السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. تاريخ النشر اليوم الاثنين 30/1/2023. مثل ما احنا شايفين بالخلفية الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات بإدارة الهجرة 2023 تقريبا في عموم الولايات التركية. نصائح لمن نقل على إذن العمل وملاحظات حلوة. نصيحة: تابعوا الفيديو ثانية بثانية، لا تقدم ولا تأخر الفيديو، فيديو مهم جدا جدا. كالعادة أنا محتفظ بالشرح بصندوق الملاحظات تبع تليفوني، وأنا أنصحكم جميعا أي حدا شاف بوست حلو، منشور حلو، خرج عنه يستفاد منه حاليا أو مستقبلا، أو حدا يسأل عنه، يحتفظ به بصندوق الملاحظات النوتس تبع تليفونه. إيش الأوراق المطلوبة يا أخي أبو حمزة؟ سؤال تردد إلي بالكثير، كل فترة يسألون نفس السؤال، فأنا قررت إني أسوي فيديو جديد مشان هذا الأمر. واحد: حجز موعد تحديث بيانات للفرد فردي وللعائلة عائلي. أنا إلي فيديو شارح فيه بالتفصيل الممل طريقة الحجز بالتفصيل مع قناة اليوتيوب، هي رابط الفيديو، بس تضغطوا على الرابط ياخذكم عليه. 2. سندات إقامة لجميع أفراد العائلة كبار وصغار اللي فوق 18. اللي تحت 18 إما من المختار أو النفوس. المختار ياخذ عليهم مصاري طبعا. طريقة استخراج سندات الإقامة طبعا من الإيدولات ما يطلع اللي جوا 17 حصرا من المختار، هي الطريقة. 3. ترجمة ونوترة الإثبات الشخصية السوري، الهوية السورية للأب والأم ودفتر العائلة السوري كاملا. إذا عندك ترجمة قديمة تقبل إن شاء الله. تمام يا اخوان. اللي ما عنده اثبات او مضيعه يسوي اعلان بالجريده، او عفوا يسوي ضبط شرطه. الضبط بمثابه الاثبات الشخصيه السوري. 4 شهادات الولاده تبع النفوس دغون بالقسي للاطفال اللي انولدوا في تركيا. يا اخوان، ورقه المشفى هذه ليست شهاده ولاده، ورقه المشفى عباره عن بيان ولاده. اغلب الناس يعني من كم يوم نزلت منشور، واحد علق لي: وازيدك بالشعر بيت شهاده الولاده موجوده على دولات تبع لهم. لا، غلط. هاي بيان الولادة، انه هاي ولدت المرأة بالساعة الفلانية بالتاريخ الفلاني، ومجموعة من المعلومات. شهادة الولادة المعترف بها دوليا هي من النفوس دوم بالقسي. 5. انسحب موعد تحديث البيانات على شكل ملف PDF وتصويره بأقرب مكتبة. ليش؟ لأن لما تروح على إدارة اللجنة عندنا بيزيد مثلا يختموا على الورقة، إذا ما تصوروا وين يختموا لك على التليفون، ما يصير هذا الأمر. ملاحظات وتنويه هام. الملاحظة الأولى: إذا كان إثبات زواج تركي فقط يلزم ترجمة ونوترة الإثبات الشخصية السوري، الهوية السورية، أو إخراج القيد السوري المصدق للخارجية بسوريا، القنصلية باسطنبول، الولاية تبع اسطنبول، مترجم ونوتر. الملاحظة اللي بعدها: في حال توفر جوازات سفر للأب والأم مطابقة لمعلومات الكملك ما في داعي ترجمة نوتر الإثبات الشخصية السوري، لأنه إيش؟ جواز سفر يعتبر يعني سند لحامله، مثل ما يقولون سند شخصي لحامله فقط، يعني يعتبر ترجمة ونوتر معترف به دوليا. الملاحظة اللي بعدها: إذا كان الإثبات الشخصية السوري ضاع وجب عمل ضبط شرطة بضياع الهوية السورية بالمخفر أو بالمحكمة، ويعتبر هذا الضبط بمثابة الهوية الشخصية مقبولة بإدارة الهجرة. طبعا هذا الكلام بناء على تجربة أحد الأخوة. الموظف قال له اعمل كذا وكذا، روح سوي لي ضبط وتجيبه، هذا يعتبر إثبات شخصية سوري. نصيحة اللي بعدها: من ثبت زواجه في تركيا واستلم دفتر عائلة نظامي تركي، نصيحة: سجل أطفالك على دفتر العائلة التركية بالنفوس، مو بإدارة الهجرة. إدارة الهجرة ما لها علاقة بالنفوس. يجي الموظف يقول لك ما في داعي، يقول له يا أخي أنا لازمني، ممكن بيوم من الأيام للجنسية يلزمك. النصيحة اللي بعدها: أصحاب إذن العمل والسكورتا اللي ناقلين على اسطنبول مثلا لا تحدث بياناتك إلا يكون معك إذن العمل والسكورتا فعالين، والسكورتا تدفع بشكل نظامي، وإلا من يجازف سيتم إرجاعه إلى ولايته، وهذا الأمر لا يكفي وفرض توقيع عليه مثل ما شفنا ببعض الحالات. أحد الأشخاص أخونا محمد يمكن من دير الزور كان ناقل ووقف إذن العمل. طبعا أغلب الناس قاعد يا حرام يعني تنقل على حسابها وتفتح إذن عمل على حساب هذا. أنا ما أنصحكم بهذا الأمر. أخي شغال بمعمل، خلي صاحب العمل يطلع لك إذن عمل، ما يرضى هذا ما يحترمك، شوف شغل ثاني. في حال انتقال إلى بيت جديد وجب كتابة عقد البيت بينك وبين صاحب البيت بالنوتراء. طبعا يروح معك صاحب البيت او من ينوب عنه العملاقشي مثلا. في حال بدك تحدث بياناتك ومعك فواتير باسمك وسندات اقامه، فعقد البيت العادي يمشي حاله يا جماعه الخير.
امتى النوتر او النوتر يطلب؟ لما انت تنتقل على بيت جديد بس. والله اعلم من خلال تجارب الناس. الذهاب قبل الموعد بساعة مع الاوراق كاملة محطوطة بظرف بشكل نظامي. ورقة النفوس تبع الطفل تعتبر شهادة الميلاد المعترف بها عالميا، لذلك وجب الاحتفاظ بنسخة. نصيحة: اسأل الموظف إذا عليك أكواد أو إذا جزا مشان يبين لك يعني، وإذا في أكواد قل له يا أخي إذا في مجال شيلهن، أو شلون بدنا نشيلهن. الجزا أحيانا في ناس أخذ جزا من زمان ما يظهر على الإيدولات، يكون على سيستمه جزا إذن سفر أو جزا أنك مخالف بمكان معين وما نزلت على الإيدولات، ممكن تكون بسيستم الهجرة حصرا موظف الهجرة يطبع لك إياه، تروح تدفعه وتحدث بياناتك مرة ثانية ترجع عليه تمسح، لا سمح الله اذا كان في كودك جزل محطوط عليك. نصيحه: بعد استلام الكمالك انتبه، اختمهم حراريا بنفس اداره الهجره، وجلدهم بدون الختم الحراري تعتبر ورقه يعني غير معترف بها. تمام. النصيحة اللي بعدها: إذا معك أي شهادة حرفية أو دراسية طبعا خذ نسخة معك تسجلها تفيدك بمواضيع كثيرة. اللي بعده نصيحة: اعملوا كورس الاندماج واللغة التركية آبير وآكي بالمعاهد التابعة للبلدية أو بالهالكليتين بحيث تنزل الشهادة على الدولات. ما أنصح تتعاملوا مع السماسرة ينزلوا لكم الشهادة الآبير والبيك والبي أوكش والبيك الآبير والآكي والبير والبي إكي ينزلوا لكم اياه على الاي دولات بمقابل مبلغ من المال. انا ما انصحكم يا جماعه الخير، لا تحطوا حالكم بموقف حرج. نصيحه: احضروا الكورس تستفادوا ما دام انت مقرر تظل على الاراضي التركيه. نصيحه: لا حدا يشتغل براتب دون الحد الادنى، حاول يكون معك اذا عملوا سكور سعر المفعول. الايام هي ايام حساسه يا اخوان، يعني على حساب صاحب العمل حصرا انت لا تحط ولا فرنك. نصيحه: هذا القانون. إذن العمل والسكورتا تفيدك بموضوع الجنسية. هذا كل ما لدينا اليوم، يعني يمكن صار 7 دقائق، ما راح أطول أكثر. أخوكم محمد أبو حمزة جابر الأثرات الكرام. أي حد عنده سؤال أو استفسار اترك تعليقك أسفل هذا الفيديو. إذا شفت الفيديو يا أخي علق بالصلاة على النبي ليرتفع الفيديو. شاركوا هذا الفيديو لكل شخص متواجد على الأراضي التركية. يحب يتابع الأخبار أول بأول، هي قناتي على التليجرام، قناتي على اليوتيوب انزل فيها شغلات حلوه ومفيده، واي كل كلمه اقولها يعني ان شاء الله تكتب بماء الذهب. اللي يحب يتواصل معي بشكل شخصي، هي صفحتي على الماسنجر، تطبيق الكوي ايضا عم بنزل عليه مقاطع فيديو. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اخوكم محمد ابو حمزه، الكرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.